السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنقرا فنجان برج الحوت، إن شاء الله قراءة حلوة ليك يا برج الحوت. إن عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لي لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. تاريخ النهاردة بإذن الله 8 يوليو 2026. التاريخ ده علشان مصداقية القناة. ادخل الفيديو خد قراءتك وخد اللي يخصك. القراءة بإذن الله بتكون ممتدة وطاقتها مفتوحة، لا يعلم الغيب إلا الله. القراءة عامة. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الفتاح ونشوف فنجانك مخبي لك ايه من طاقة وأسرار. شايفه ان انت الفتره دي من الفترات اللي انت ان شاء الله باذن الله عندك لقاء. شايفه ان انت زي ما تكون كده فقدت الامل او يئست او تعبت، بس انا شايفه ان انت عندك لقاء بحد، واللقاء ده هيجدد حياتك الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. لان البعض منكم يشعر بالملل، حاسس انه الحياه مش زي ما هو عايز، في حاجه مش في حياته او في حياتك مش مريحاك. فشايفه عندك لقاء الفتره الجايه هيفرحك. ممكن اللقاء ده بحد انت بتتمناه او حد انت منتظره او بحبيب. في عندك لقاء الفترة الجاية هيفرحك بإذن الله. الفترة الجاية كمان من الفترات اللي انت هنا شايفة ان انت هيكون عندك قوة حدس او ذكاء او فطنة، او الحاجة اللي انت بتتوقعها هتلاقيها حصلت قدامك. شايفة عندك سرعة بديهة، هتقدر تخلص اعمال متراكمة عليك او هتنجز اعمال. اي حد بتاخد منه وقت في انجاز لاعمال الفترة الجاية عندك ان شاء الله باذن الله. شايفة كمان هنا الفترة الأخيرة زي ما تكون انت بتحاول تحسن من وضعك، عندك تحسن في أوضاعك، عندك تحسن في حياتك، في أوضاع عندك هتكون حلوة. انت بتحاول تخلص في حاجة هتخلصها على خير ان شاء الله، في تخليص لأعمال او في انجاز لأعمال او في اتمام امور، في تحسن في وضعك بصفة عامة ان شاء الله. شايفة ان انت هنا بتدفع فلوس لحاجة، بعد ما تدفع الفلوس دي هتوصل لحاجة كويسة. ممكن بتدفع فلوس علشان توصل لهدف، توصل لحلم، تحقق أمنية. فيه هتدفع فلوس، بس بعد دفع الفلوس ده هتحقق حاجة انت بتتمناها. في علامة استفهام هنا، في أسئلة كتير جوه بالك أو جوه دماغك بتحاول تلاقي لها حل. في حاجات كتيرة في بالك بتحاول تلاقي لها حل. في حل عندك لمشاكل بإذن الله، لأن شايفة في علامة استفهام هنا، وفي هنا خروج من طاقات تعب، وفي أبواب مغلقة هتنفتح قدامك. ففي حل مشاكل عندك أو في علامة استفهام عندك بتحاول تلاقي حلول، هتلاقي حلول الفترة الجاية إن شاء الله. في ناس هنا منكم شايفة زي ما تكون كده بتجهز شنطة. ممكن تكون انت في علاقة بتحاول تطلع من علاقة او تخرج نفسك من علاقة. البعض منكم هنا بيبعد عن حد، في حد مؤذي في حياتك او حد متعب في حياتك بتحاول تخرج من حياته، او بتبعد عن شخص سلبي. في خروج من طاقات تعب عندك لشخص مضايقك او شخص تعبك، بتخرج نفسك من طاقة شخص مؤذي ان شاء الله باذن الله. الفتره الجايه من الفترات اللي انت هنا في الشخص ده بينك وبينه مواجهه. الفتره الاخيره شايفه انه هيبقى فيه صلح، انت ناوي على حاجات ناوي تعملها. في شخص هنا هيدعمك ويساعدك ان انت تتصالح مع شخص. الشخص ده بينك وبينه زعل او بينك وبينه ضيق، في لقاء في صلح. وفي حد هيقف جنبك ويدعمك ويساعدك ان شاء الله باذن الله، ان انت تتصالح مع شخص بينك وبينه تعب او حاجه خناقه او مشكله الفتره الاخيره. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه شايفه من الفترات اللي انت هنا في حد هيدخل في حياتك، والشخص ده هيخليك تحب نفسك قوي. شايفه الشخص ده هيخليك تبص لحياتك بشكل مختلف. شايفه ان انت عيونك هتلمع من الفرحه. في كمان هنا زي ما يكون كده هتخرج من حالة كانت تعباك الفترة الأخيرة، وجع كان في جسمك.
مسبب لك ألم، مسبب لك إرهاق، مسبب لك تعب. في تحسن في أوضاعك. كمان شايفة ان انت هنا في شخص هيدخل في حياتك، والشخص ده هينور بصيرتك لأمور، هيحسن لك أوضاعك، هيساعدك في تحسن عندك إن شاء الله الفترة الجاية. خلي بالك من صحتك. البعض منكم كان بيزور طبيب أو بيطمن على نفسه، في اطمئنان على صحتك الفترة الجاية، بس ما توهمش نفسك، لأنه شايفة ان انت هنا زي ما تكون كده مخك مشغول أو بتفكر كتير أو عندك طاقة تفكير كتير. حاول انت تلتزم بروتين تمشي عليه ان شاء الله باذن الله. الفتره الجايه من الفترات اللي انت هتخلص من طاقه قلق كانت موتراك، او طاقه عزله وانت في موضوع شاغل بالك كان موترك وكان عامل لك عزله، هتخلص منه ان شاء الله. تعال نشوف فنجانك مخبي لك ايه من طاقه واسرار. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه من الفترات اللي انت في عندك تحقيق حلم. الحلم ده طال انتظاره لك فترة كبيرة، منتظر تحقق حلم، زي ما تكون كده كنت قاعد ومنتظر ان انت تعمل حاجة معينة بتتمناها، بالنسبة لك حلم. ممكن تشتري عربية، تشتري بيت، تشتري حاجة جديدة جايلك بفضل ربنا ان شاء الله بإذن الله. ماديات حلوة هتستلمها وتشتري حاجة كنت بتتمناها، وبالنسبة لك دي حلم ان شاء الله بإذن الله. بس حاول الفترة الجاية ترتب حساباتك، حاول ترتب أولوياتك، حاول تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعملها وتعملها، انه في تحسن في أوضاعك الفترة الجاية وفي استلام أموال. بس حاول ما تحكيش أي حاجة قدام أي حد عن حاجاتك أو عن الأمور اللي انت ناوي تعملها أو عن فلوس اللي انت ناوي تشتري بيها الفترة اللي جاية. حاول ان انت هنا الفترة اللي جاية حاول بقدر استطاعتك ان انت تكون اعصابك هادية، لان انت بقيت تتعصب بسرعة الفترة الاخيرة، وكمان اعصابك بقيت تتوتر بسرعة. حاول ان انت تهدى اعصابك، ما تركزش مع الاخرين، ما تديش اهتمام لاراء الاخرين، ما تخليهمش يدخلوا في حياتك، ما تديش فرصة ليهم انهم هم يسيطروا على حياتك. شايف انهم هم بيحاولوا يسيطروا على حياتك او بيحاولوا يتدخلوا في حياتك، والحاجة دي بتتعبك او الحاجة دي بتضايقك الفترة الأخيرة. إن شاء الله بإذن الله في أبواب هتتفتح قدامك الفترة اللي جاية، في أبواب كانت مغلقة أو باب أنت خبطت عليه وكان مغلق هيرجع ينفتح إن شاء الله بإذن الله. ببشرك إن أنت عندك في باب هينفتح في حياتك. الباب ده أيا كان الباب اللي أنت كنت بتخبط عليه أو منتظره، باب هينفتح قدامك بإذن الله. في عندك مكالمة، والمكالمة دي هتكون هتبسطك أو هتفرحك أو هتسعدك الفترة الجاية إن شاء الله. في مكالمة حلوة ليك، أو المكالمة دي هتريح بالك، أو المكالمة دي هتسعدك. ممكن المكالمة دي تكون من حد أنت بتحبه، أو حد مسافر، أو حد بعيد عنك. في مكالمة جاية لك هتفرحك إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه من الفترات اللي انت هنا في واحده ست ربنا هيكشفها قدامك. خلي بالك الست دي بتتلون زي العقربه، او نقدر نقول كده، بس هي عقربه صغيره، فيعني هي بتتلون. بس للاسف الست دي من الناس اللي انت تعرفهم كويس، احذر منها. ست زي العقربة هنا وقريبة جدا منك، بتتعامل معاها مؤذية. ممكن تكون الست دي بتقول كلام بيضايقك، يعني ممكن تكون سمها ان هي بتقول كلام بيضايقك، فاحذر منها. حاول ما تتعاملش معاها، حاول ما تخليش كلامها يجرحك او يضايقك او يأثر عليك. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه من الفترات اللي انت هنا في حد انت الحد ده ليك عنده حق هتاخده، او ليك عنده ماديات هتاخده، او منازعه بينك وبينه هتنتصر عليه، او مشكله قانونيه بينك وبينه هتنتصر، او حق انت مش عارف تاخده هتاخده. في عندك رجوع حق او استلام حق، او هتاخد حق ان شاء الله، او كسب قضيه.
ان شاء الله الايام اللي جايه هتسمع خبر عن كسب قضيه ان شاء الله باذن الله. الفتره الجايه من الفترات اللي انت تشتغل على نفسك. الفتره الاخيره انت كنت صحتك ما كانش مستقره، عندك ضغوطات، عندك تفكير، عندك وزن زايد، عندك سمنه، عندك نحافه، في امور عندك في صحتك مش مترتبه، كانت عامله لك توتر. شايفه ان انت هتخرج من الطاقه دي، هتبدا تجدد في حياتك، تشتغل على نفسك، هتطور من نفسك. في شغل حتى على شكلك الخارجي، في شغل على نفسك الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. البعض ممكن كان بينه وبين الشريك في مشكلة، في عندك حل المشكلة إن شاء الله بإذن الله. بينك وبين الشريك كانت مسيطرة عليك، في حل بينك وبين مشكلة بينك وبين الشريك الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. المشكلة دي تكاد تكون مرة قاعد عليها فترة أو لها فترة، هتتحل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية من الفترات اللي أنت في حد هنا، الحد ده هيشيل غشاوة من على عينيك، أو هينور بصيرتك لحاجة، أو هيصلح لك أوضاع كانت بايظة، أو هيقول لك على حاجة تصلح بها حياتك، أو هيساعدك لحاجة، أو هيقول لك على سر. السر ده يكاد تكون هيغير حاجات في حياتك الفترة اللي جاية، أو هتعرف راسك من رجليك في أمور. شايفة الفترة دي إن أنت من الأشخاص حسيت إن أنت مظلوم في حاجة، في حاجة ما أخدتش حقك فيها، أو حاجة أنت عملتها كويس أو تمتها على أكمل وجه، أو ما قصرتش فيها بس حسيت إن أنت ما أخدتش حقك، حسيت إن أنت اتظلمت، حسيت إن أنت كنت المفروض تاخد حاجة أكبر من كده، أو نجاح أكبر من كده، أو شهرة أكبر من كده، أو ماديات أو أرباح، بس حد هنا ما قدرش تعبك، أو حد ما قدرش مجهودك، فالأمر ده أثر على طاقتك، والأمر ده جرحك أو ضايقك. شايفة إن أنت متعرض للظلم أو تعرضت للظلم، بس أنا شايفة هنا عندك خطوة واحدة من طريق تاخد حقك، او حاجة معينة هتحصل ان انت توصل لحقك. ممكن هتكلم رؤساء، عندك جلسة تاخد فيها حقك، او عندك حاجة هتاخدها ان شاء الله بإذن الله تخص ارباح او تخص ماديات. انا شايفة ان انت خطوة واحدة هتاخدها وهيحصل بيها حقك، او هتحصل على حقك، او هتشيل الظلم عن نفسك الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية بإذن الله في حد هيعرض عليك شغل، او هيعرض عليك حاجة، هيعرض عليك عمل او مشروع، او شخص هيعرض عليك حاجة تشتغل فيها. للناس اللي بتدور على شغل وعندكم عمل جديد، بس انا شايفة ان انت هتقبل عمل او هتقبل شغل جديد ان شاء الله باذن الله، وهتبقى مبسوط، وشايفة ان انت كمان هتقف على رجليك الفترة اللي جاية. بس في شخص هنا راجع، والشخص ده ممكن يكون طلب منك ان انت تشاركه في مشروع او تشاركه في حاجة. شايفة هو راجع يتواصل معاك لمشروع او لعمل، حاول ان انت تحذر وتتأكد ان الشخص ده نيته كويسة وهو ناوي على خير معك. الفترة الجاية من الفترات اللي انت هنا هتحقق اهداف، او هتحقق طموحات، او هتشتغل على نفسك شغل جامد جدا جدا. شايفة ان انت عندك تغيير ايجابي، وهتاخد باذن الله اكتر من خطوة لقدام، خطوة تخص مستقبلك، تخص حياتك، تخص دنيتك. هتشتغل على نفسك، تكاد تكون تعمل مشروع، تتعلم كورس حاجة، او هتاخد كورس تتعلم لغة جديدة، هتطور من نفسك، هتطور من ذاتك، هتطور من صحتك، هتشتغل على نفسك، في تطور عندك الفترة اللي جاية، وفي تقدم بإذن الله، لأنه شايفة عندك إنجاز عظيم. في هدية هنا جايالك الفترة اللي جاية إن شاء الله، والهدية دي هتديلك أو هتديك طاقة إيجابية، هتديك فرحة. عندك هدية إن شاء الله بإذن الله، والهدية دي هتفرحك، لأنه الفترة اللي جاية من الفترات اللي أنت حياتك هتكون مليئة بالسرور، بالأخبار الحلوة، بالتقدم في حياتك. شايفة هنا ان انت زي ما تكون كده محاول بقدر ساعتك ما تحكيش حاجة عن اسرارك قدام حد، لانه هنا نجمك هيكون خفيف، او اي مشروع تشتغل عليه او حاجة استعين على قضاء حاجتك بالكتمان، لانه في تعرض لطاقة حسد شوية بتعرقلك، او الفترة الاخيرة الناس اللي حاسة بعكوسات او ضيق او تأخر عندها بسبب طاقة حسد من شخص زي التعبان هنا واقف، والشخص ده بوشين، ممكن يكون ظاهر لك بمظهر المحب الكويس، لكن الشخص ده حسود وحقود. ربنا يبعد عنه طاقتك الإيجابية، ويبعد عنك طاقته السلبية إن شاء الله بإذن الله. الفترة الجاية من الفترات اللي انت هنا شايفة ان انت
عندكم ارتباط أو عندكم زواج أو عندكم خطوبة أو عندكم زي ما تكون كده هتلاقوا توأم روحكم، في شخص هيكون مدعمك الفترة اللي جاية واقف معاك وهيساعدك، وفي بينك وبينه دعم أو بينك وبينه تقدم أو بينك وبينه نجاح أو ارتباط رسمي أو صلة قوية، وهيكون سبب إن هو تنجحوا مع بعض إن شاء الله بإذن الله. في حلم هنا بيتردد معاك الفترة الأخيرة وأنت حلم قلقك، بس تفسيره إيجابي إن شاء الله بإذن الله. وفي رسالة في رسالة والرسالة دي كويسة، أو الرسالة دي مبشرة، أو الرسالة دي مطمنة للقلق اللي عندك. بتجهز أوراق سفر أو بتسعى لسفر، في سفر عندك إن شاء الله بإذن الله، وبتفكر في سفر الفترة الأخيرة بطريقة رهيبة، أو عايز تطلع من المكان اللي أنت فيه بكل الطرق. شايفة هنا في سفر أو عندك تجهيز لسفر، يكاد يكون السفر ده ممكن تكون عايز تخرج من أرض المكان اللي أنت مقيم فيه أو البلد، هتخرج إن شاء الله. شايفة كمان هنا في رسالة جايالك، الرسالة دي من وحدة ست، ممكن تكون عن طريق رسالة على الموبايل أو اتصال، جايالك رسالة أو حد حامل لك رسالة أو خبر الفترة اللي جاية من وحدة ست. الفترة اللي جاية من الفترات اللي انت ان شاء الله بإذن الله عندك في هنا اتنين ستات دول ربنا هينصرك عليهم، زي ما يكون كده تعبوك في حياتك، أذوك، اتكلموا عليك، خرجوك من طاقة إيجابية أنت كنت فيها، كنت مرتاح وما كنتش متوقع إن الأشخاص دول يكونوا سلبيين. بس في هنا اتنين ستات، تكاد تكون ست وتكاد تكون بنتها معاها، فهتسمع عنهم خبر مؤلم. الخبر ده يخص صحتهم، هتسمع خبر حلو عن اتنين ستات هيفرحوك، مش شمتان بس ربنا هيجيب لك حقك في اتنين ستات، زي ما يكون واحدة كبيرة شوية في السن وواحدة صغيرة، تكاد تكون هي وبنتها، أو يكاد يكونوا كنت عايش معاهم أو كانوا قريبين جدا وبعدت عن بعض، أو أنت سبت لهم المكان. فاتنين ستات هنا مؤذيين، ربنا هيبعدهم عنك الفترة اللي جاية بإذن الله، وهتسمع خبر عنهم إن شاء الله بإذن الله. أبراج هتكون قريبة جدا منك الفترة اللي جاية، عندك طاقة برج الحوت، وعندك طاقة برج السرطان، وعندك طاقة برج العذراء، وعندك طاقة برج جدي، وعندك طاقة برج القوس. طاقتهم قريبة جدا منك. حروفك اللي ظاهرة هنا حرف السين، حرف الألف، حرف الحاء، وحرف الدال، وحرف الب، وحرف اللام، وحرف الميم، وحرف الصاد. دي الحروف اللي ظاهرة في فنجانك، ممكن تكون حروفك أو حروف حد من الناس قريبة جدا منك. كده قراءتك النهاردة خلصت وفنجانك خلص. يا رب الفيديو يكون عجبك وتكون استفدت منه. إن عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لي لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.